مساء الخير، أهلا بيكم. معانا كابتن وليد. هو شخص رياضي جدا، بس عنده شوية مشاكل بسيط جدا بسبب التمرين. هو هيبتدي يقولها لنا. جيت لحضرتك عشان مشكله التركيز تزيد مني مهم. هنا في الكتف الشمال، مهم. اسفل الظهر. احيانا بتسمع معايا في الركبه. ده بيحصل معاك مع التمرين والله لما تشيل هو أوزان يعني؟ اه السؤال بتاعنا، ليه حصل ألم في الكتف الشمال ما حصلش في اليمين؟ ليه حصل ألم في ركبتك اليمين ما حصلش في الشمال؟ وده هنشوفه من خلال التقييم. احنا زي ما قلنا انه احنا بندور على اسباب الالم. ليه حصل مشكله في كتفه؟ ليه حصل مشكله في رقبته؟ ليه حصل مشكله في ظهره؟ فجينا سالناه سؤال، هو انت حصل معاك مشكله في قدم رجلك؟ لانه المشكله طالعه اسندنج. يعني ايه المشكله اللي عنده؟ طالعه من القدم للركب للحوض لاسفل الظهر، وصلت معاه للكتف، فجسمه كله واخد وضع روتيشن. فجينا سالت سؤال، انت كان حصل عندك مشكله زمان في قدم رجلك؟ فعلا حصلت معايا مشكله انا والصغير اثناء التدريب. فايه اللي حصل بقى؟ حصلت مشكله في قدم رجله من فوق هنا، فابتدى وضع الجسم ياخد وضع الروتيشن. سمع معايا على الحوض، سمع معايا على الظهر، الظهر خد روتيشن، وصلت معايا فوق لحد ما وصل الكتف والرقبه. فانا الاساس بقى، عشان كده بقول طب الاستيوبس بيبص للجسم على انه هو واحده واحده. فقبل ما اصلح اي حاجه، مش هبص على الظهر بس، اصلح الظهر وابص الكتف وامشي، لازم اصلح الاسندنج شيب. فابتدي بالرجل بالقدم الاول، وبعد كده واحده واحده ابتدي اصلح الدنيا لحد ما اوصل للرقبه. او ممكن اصلح القدم واصلح الركب واصلح الحوض، والجسم يبتدي يتعافى لحاله. نبتدي نبص للبيشنت وهو واقف، نلاحظ وضع الاكتاف. اهو ده وضع الميكانيكس بقى. هو شخص رياضي واضح جدا. وضع الميكانيكس ده بقى مأثر معانا على كل الجنب ده مشدود اهو، مأثر على كل الجنب ده. تمام، ده اول حاجه. نبتدي بعد كده نعمل تقييم لكل فقره في الجسم. نبتدي نشوف وضع الفقرات ناحيه اليمين، نحدد وضع الفقرات. نحدد وضع كل فقره. ليه هنا حصل، ليه الفقره هنا حصل فيها بلوك؟ نبتدي نقيمها، وبعد كده نقيم وضع الجسم ككل. بص على ايديه، شوف ايديه. شايف واضح اهو، واضح جدا. في فرق كبير جدا بين الناحيه دي والناحيه دي. نقيم وضع الركبه، واضح جدا. شايف الركبه دي بتنزل، الركبه دي واقفه، واضحه جدا. فبنخلي فيه تنشن على الناحيه دي. فاحنا بنشوف وضع الميكانيكس ككل. شايفين؟ لازم برضه نبص على الحجاب الحاجز، بص على القولون والمعده، كويك تيست. شوف وضع الحوض برضه، لو جينا بصينا على وضع الحوض، بص شايف في روتيشن واضح جدا. عشان كده الركبه دي فيها الم عنده، عشان كده في مشكله في الكتف الشمال، ان الحوض، وضع الحوض واخد روتيشن. نيجي نبص على مشاكل التنفس، لان هو واخد وضع الفليكشن شويه، فمأثر بقى على ايه؟ على على الفرينك نيرف بقى، العصب اللي طالع من هنا يغذي الحجاب الحاجز. كده احنا خلصنا الجلسه بتاعتنا. مهم. احنا عاوزين نعمل تقييم للجلسه في نهايتها. حاسس باي تحسن؟ في تحسن ملحوظ كده مبدئي يعني. طيب جميل. نبص بس على وضع الكتف، لان احنا لسه هنكمل معاه. يعني دي الجلسه الاولى. هنبص على وضع الكتف. شوف دلوقتي. تمام. هنبص على وضع الرجل، نطلع لفوق شويه. شايف؟ جميل جدا. هنبص على وضع الركبه. شايف؟ هل لسه في مستمر الالم معاك؟ الاماكن اللي بضغط فيها لا. افضل شويه. حلو خالص. هنبص على وضع الحوض. فاكر قبل؟ شايف وضع الحوض افضل شويه طبعا. هيحتاج يكمل معانا بالتاكيد.